بفيديو اليوم رح نشوف طريقة قطع كيك بارد، كيك من دون فرن بطعم فاخر ومميز. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بحتاج بوصفتي ل 400 جرام من البسكوت، بسكوت الشاي أو أي نوع بسكوت سادة متوفر عندكم. بحطهم بالمكنة وبدي اطحنهم. من بعد ما اطحنهم بحطهم بجاط، بضيف فوقهم ملعقتين كبار من الكاكاو وبحركهم مع بعض. أنا هون لقيت إنه بعد بدي ضيف كاكاو فضفت ملعقة كبيرة، يعني كمية الكاكاو يلي ضفتها هي 3 ملاعق كبار. رح ضيف فوقهم ملعقة كبيرة من السكر، والسكر اختياري لأنه فيكن تكتفوا بحلاوة البسكوت. بضيف فوقهم ملعقتين كبار من الزبدة بحرارة الغرفة. بعجنهم مع بعض. عندي كوب من الحليب السائل بضيف فوقهم تدريجيا. ما بضيف الكوب كله لأنه حسب نوع البسكوت وقديش بده يشرب عنا حليب. كرمال ما ضيف الكوب كله وتنتزع عنا وصير بدي ارجع اضيف بسكوت، فبضيف الحليب تدريجيا. كمية الحليب يلي ضفتها هي كوب من الحليب السائل. بعجنهم منيح لحتى احصل على هيدا القوام المطلوب. بحتاج لقطعة من ورق الزبدة وبحط العجينة بقلبها. هلا بعملها بشكل اسطواني دائري وبلفها. من بعد ما لفها بدي احطها بالثلاجة لمدة ساعتين. وبعد ساعتين تماسكت عندي منيح. هلأ بدي أقطع. بحط سكينتي بمي سخنة كرمال تتقطع معي بسهولة. بشيل الأطراف على جنب كرمال يطلعوا القطع كلهم متساويين. حلا سهل وبسيط وما بياكل منا وقت كتير، وطعمته كتير طيبة. وهيك شكل القطع عندي بيشبه الكيك. بالنسبة للتزيين أنا هون ضوبت قالب من الشوكولا، وعندي برش الفرميسيل، وعندي فستق الحلبي، وهول اختياري. يعني فينا نغمس بالشوكولا بس ونتركها سادة، والفرميسيل والفستق الحلبي فينا نستغنى عنهم، بس أنا حبيت زينهم بهيدي الطريقة. بتركن على جنب. من بعد ما خلص كل الكمية بتركن لمدة ساعة لحتى يتماسكوا عندي منيح بالشوكولا. حبيت حطهم بورق الكب كيك وقدمهم بهيدي الطريقة. جربت دوقة طعمها كتير طيب وبتمنى انكم تجربوها. اذا كنتوا لأول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة اذا منكم مشتركين، وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو اذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات إيمان الشهية.